كان في واحد من اقوى رجال العرب اللي ذكرهم التاريخ، وفي نفس الوقت كان شاعر ورومانسي. ومع انه اتولد عبد بس كان عنده من الذكاء والطموح اللي خلاه يحرر نفسه، يعني قوي وشجاع وشاعر ورومانسي. ومش بس كده، ده كمان كان طموح وذكي. الملقب بأبي الفوارس عنترة ابن شداد ابن قراد العبسي. اسمع كده بيتين الشعر دول ونضف ودنك. ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. بيقول لها عارفه في وسط الحرب وهي الرماح نازله ترف عليا، وبيض الهند اللي هو سن السيف عمال ياخد من دمي، في الوقت اللي كل الناس بتحاول تحافظ على حياتها ومحدش فاكر اسمه حتى، انا بقى افتكرتك. لدرجه ان كان نفسي اقبل السيوف لان لمعتها بتفكرني بلمعه ثغرك لما يبتسم. النقاد يا صديقي بيصنفوا البيت ده على انه اجمل ما قيل في الحب. وعلشان ما احرقلكش القصه كلها خليني احكي لك الموضوع من الاول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الباشمهندس. في أوائل القرن السادس الميلادي وتحديدا في جنوب إقليم نجد في شبه الجزيرة العربية، كان في قبيلة عربية معروفة بقبيلة بني عبس. قبيلة بني عبس كانت قبيلة قوية جدا، ويقال إن هم استقروا في جنوب نجد بعد ما غلبوا بنو كندة وخدوا منهم أودية وأراضي خصبة، ومن قوتهم اشتهروا إن هم من جمرات العرب. وكلمة جمرة كانت بتطلق على القبيلة اللي بتحارب بنفسها ولوحدها، اللي هم مش محتاجين يعملوا تحالف مع قبائل تانية، هم كفايه. وفي غاره من الغارات اللي كانت بتعملها قبيله بني عبس، شداد بن قراد العبسي اثر امراه حبشيه اسمها زبيبه. زبيبه كانت جميله جدا، وعشان كده شداد اعجب بيها واتجوزها وخلف منها ولد اسمه عنتره. من العادات اللي كانت غريبه جدا عند العرب ساعتها ان الحر يتجوز الجاريه ويخلف منها ولد. هو وهي والقبيله كلها عارفين ان ده ابنه، ولما الواد يكبر ويستنى ابوه ياخده في حضنه وتلاقي ابوه واقف في وسط القبيله كده يقول لهم والله يا جماعه الواد ده مش ابني، الواد ده عبد وابن جاريه. اللي هو الواد يبص لابوه كده يقول له بابا مين يا ابني؟ بابا ايه يا ابني؟ عنترة وهو صغير كان عيل شقي جدا، يبوظ الخيام، يضرب الاطفال اللي بتلعب معاه، يطلع الصحراء يعمل اي مصيبه ويرجع. وشداد ابوه ما كانش وراه شغله غير ان الناس تيجي تشتكي له من عنتر، اللي هو يا عم انت لم العبد بتاعك ده، مش لم ابنك، لا لم العبد بتاعك. شداد بقى كان عنيف جدا معاه، كل شويه يمسك عنتر يضربه، ولما لقى ان الضرب مش هيجيب معاه نتيجه اداله شويه غنم يطلع يرعاهم في الصحراء، اهو منه حاجه تشغله ومنه نستفيد. وفي يوم وهو عنترة رايح يسقي الغنم بتوعه عند الغدير، كان في عبد اسمه داجي. داجي ده بقى كان عبد لسيد القبيله جزيمة العبسي، بس داجي ده كان شايف نفسه على باقي العبيد وبيفتخر ان هو عبد لسيد قبيله بني عبس، وكمان قوته الجسديه كانت مساعداه. ولاجل الصدفه ان في نفس الوقت داجي كان بيسقي الابل بتاعت سيد القبيله، ومن غروره وعنطسته كان مانع كل العبيد انها تستسقي الا لما هو يخلص، مع ان الدنيا واسعه وتكفي، بس هي كده. المهم ان في ست عجوز كانت بتحاول تاخد شويه ميه، فداجي راح ضاربها موقعها على الارض وثيابها انكشفت، وقعد هو والعبيد اللي حواليه يضحكوا عليها. مين بقى لسه حاضر الموقف؟ عنترة. فعنترة بقى اتغاظ جدا وقال له ويحك اتكشف ستر النساء العربيات؟ فداجي قال له انت بتزعق لي انا يا عبد يا اسود، وراح مدي العنترة بالقلم. عنترة ما تكلمش، ارفعه بايدك في الهواء ولفه وارميه على الارض. داجي من قوه الضربه وقع ما حطش منطق. باقي العبيد بقى اتلموا على العنتر عشان يضربوه، بس ما حدش قدر عليه، وكل واحد فيهم خد اللي فيه النصيب. اللي دراعه اتكسر، اللي رجله اتجزعت، اللي خد 9 سم، ما حدش خرج منها سليم. مين بقى وصل له الخبر؟ سيد داجي وسيد قبيله بني عبس جزيمة العبسي، فجاب عنترة علشان يعاقبه. ولما عرف انه كان بيدافع عن واحده ست عجوز اكرمه وعفى عنه. لما خرج بقى عنترة من عند جزيمة اتلم عليه الاطفال والنساء علشان يسالوه ايه اللي حصل، وكان من ضمن النساء دول عبله. وده كان اول لقاء بين عنترة وعبله. قعد يزيد بقى، ومسكت ده وضربت ده ورفعت ده وكانوا 20 واحد عليا، اوعى يا حتى هي قعدت تقول له انت شكلك هالرياض وبطنك فاضيه. المهم بقى ان حصل ما بينهم شبه اعجاب، احساس رخم قوي ان انت تحب بنت عمك وحتى مش قادر تعبر لها عن حبك لان هي حره وانت عبد، مع انكم ولاد عم، بس هي عبله بنت مالك العبسي وانت عنترة ابن زبيبه الحبشيه. وهنا عنترة حط هدفه قدام عينيه، انا هتحرر من العبوديه وهتجوز عبله. انا عايزك تتخيل كده معايا الظروف والبيئه اللي عاش فيها عنترة بن شداد. القبائل العربيه في الوقت ده كانت عايشه في وسط الصحراء، ومصادر الميه نقدر نقول عليها محدوده جدا، ومكان ما هيبقى فيه ميه هنقدر ان احنا نعيش، هنقدر ناكل ونشرب ونربي المواشي والغنم والابل والخيول، وحاجه يعني اخر رفاهيه. فتلاقي القبائل العربيه عماله تعمل روتيشن، مطرح ما في ميه يروحوا محملين حالهم ومحتالهم على الجمال ويعملوا قافله على الضيق كده ويروحوا. دي مش سهله، ده بيفضلوا بالايام ويمكن بالشهور ماشيين في قلب الصحراء. اصل هم مش راكبين تسلا يعني، ده وسيله النقل الوحيده اللي كانت موجوده ساعتها هي الجمال. بس هنعمل ايه يعني بدل ما نموت من الجوع والعطش؟ وزي ما سيد شيبه الله يرحمه ما كان بيقول يا روح ما بعدك روح. ووارد جدا لما تروح لمصدر الميه ده تلاقي قبيله تانية قاعده عنده، نسيبهم بقى ونروح ندور على مكان تاني؟ يقول لك احنا فاضيين، احنا نحاربهم اسهل، واهو بالمره نطلع بشويه غنم ومواشي وناكل على الجاهز، وبعد الاكل بقى نقعد نشرب خمره للصبح. كفار يعني مش هزار. تخيل بقى ان اللي انا بحكيه لك ده احنا كده في وقت السلم،
الفيلم، اللي هو احنا قاعدين مروقين دماغنا، مفيش حروب ولا في حد ليه عندنا طار ولا احنا لينا طار عند حد. الفكره بقى ان في نفس الوقت ده كان اقليم نجد في شبه الجزيره العربيه كان مولع نار، وده بسبب ان كان في حرب ساعتها بيوصفها المؤرخين على انها من اطول واقوى الحروب اللي حصلت في العصر الجاهلي، وهي حرب داحس والغبراء. وخلينا احكي لك القصه بتاعتها باختصار. في الوقت ده العرب كان بيحبوا الخيل جدا، وكل ما كان الجريد بتاعك في وسط القبيله عالي كل ما كان الخيل بتاعك اقوى واسرع وشكله احسن. داحس والغبراء دول بقى كانوا فرسين لقيس بن زهير بن جزيمه العبسي. جزيمه بن العبسي ده اللي عنترة قتل العبد بتاعه. ربط بقى الكلام معايا. داحس ده كان فرس زي ما بيقولوا عليه كده لا يشق له غبار، يعني مفيش فرس يعرف يكسبه في سباق. والغبراء برضو كانت فرسه لا يشق لها غبار. وفي يوم من الايام قيس بن زهير اتراهن مع ابن عمه حذيفه بن بدر الزبياني بالفرسين دول. واحد يقول انا ملاحظ من تشابه الاسماء ان هم فعلا ولاد عم. ما هو انا ما قلتلكش ان قبيله بني عبس وقبيله بني زبيان اساسا ولاد عم، لان عبس وزبيان اخوات من قبيله بني غطفان. المهم ان قيس وحذيفه اتراهنوا بالفرسين، ولحد دلوقتي في خلاف على سبب الرهان. اللي يقول لك ان هم كانوا بيتراهنوا على مين اللي بيفهم في الخيل اكتر، فقيس كان شايف ان داحس هو اللي هيكسب وحذيفه كان شايف ان الغبراء هي اللي هتكسب. وفي اللي بيقول لك ان هم اتراهنوا على مين اللي هيحمي قوافل النعمان بن منذر، وده كان ملك الحيره ودوره جاي في القصه بعدين. وفي اللي بيقول لك ان هم اساسا اتراهنوا على 100 ناقه. المهم ان هم اتسابقوا، والسباق ده ما كانش مسافه كيلو ولا 2، ده كان بيقعد بالايام في وسط الصحراء. حذيفه بقى جاب ناس زمايله وقال لهم انت هتقعدوا قبل السباق ما يخلص بمسافه، لو لقيتوا ان الغبراء هي اللي سابقه سيبوا كل حاجه زي ما هي، لكن لو لقيتوا داحس هو اللي سابق وقعوه هو والفارس بتاعه لحد ما الغبراء ما تسبق. وفعلا هو ده اللي حصل، داحس هو اللي كان سابق فوقعوه والغبراء هي اللي كسبت السباق. وبعد ما السباق ما خلص الفارس اللي كان راكب داحس رجع وقال لهم اللي حصل، وبعد ما ضغطوا على زمايل حذيفه اعترفوا ان هم اللي عملوا كده. حذيفه اتباجح بقى قال لهم انا كسبت السبق وعايز الرهان بتاعي. وقيس يقول له مفيش منه الكلام ده، انا اللي سبقت وعايز ال 100 ناقه. حذيفه مش يلم الدنيا بقى، لا ده بعت ابنه لقيس يقول له يا عمو والله بابا عايز ال 100 ناقه بتوع الرهان. راح قيس اتعصب وقتله، راح حذيفه قتل مالك بن زهير اخو قيس، ومن هنا بدات الحرب ما بين قبيله بني عبس وقبيله بني زبيان. تخيل بقى ان في وسط الظروف والبيئه دي انت حتى مش كلاس ايه، انت كلاس اف، انت عبد، اللي هو الاسياد نفسهم عايشين عيشه صعبه. تخيل بقى عيشه العبيد. للوهله الاولى لما تسمع الظروف دي هتحس انه ميشن امبوسيبل بالنسبه لعنتره، لكن لو بصيت للظروف دي من زاويه تانية هتكتشف ان هي كانت في صالح عنتره انه يقدر يحقق احلامه ويتحرر من العبوديه. اصل تعالى نعقلها كده، لو احنا في وقت السلم واسياد القبيله متكفلين بحمايتها مهما كان العبد قوي دوره هيفضل منحصر في وظائف العبيد، انما بقى من كتر الحروب ده خلاهم محتاجين حد بقوه عنتره في الجيش بتاعهم. عنتره بقى استغل الفرصه وما بقاش يفوت غزوه او معركه لقبيله بني عبس الا لما يشارك فيه، علشان يظهر بقى قد ايه هو قوي وشجاع في وسط المعركه. وحتى كمان لما كانوا بينتصروا بسببه ما كانش بياخد غنيمه، ودي كانت من اشرف صفات الفرسان في الوقت ده. حتى هو وثق ده في شعره وقال يخبرك من شهد الوقيعه انني اغشى الوغى واعف عند المغنم فارى مغانم لو اشاء حويتها ويصدني عنها الحيا وتكرمي. في مره بقى من المرات كانت قبيله بني عبس خارجه عشان تغزو قبيله تانية، وكل رجال القبيله بما فيهم عنتره خرجوا في الجيش ده، وما تبقاش في القبيله الا النساء والاطفال. في نفس الوقت ده بقى في قبيله تانية عرفت المعلومه، فقال لك فرصه نروح ننتقم من القبيله اللي محدش عارف ياخد معاها ولا حق ولا باطل دي. وفعلا هجموا عليهم لدرجه ان هم وصلوا لخيمه سيد القبيله زهير بن جزيمه العبسي، وكمان اثروا مراته السيده طماضر اللي هو شرف القبيله بقى في الحضيض. اول ما الخبر وصل للجيش رجعوا بسرعه واولهم عنتر، وكمان لحق الاميره طماضر وقتل الناس اللي خطفوها ورجعها. ولما رجع قعد يقتل في جيش القبيله اللي غزتهم، وكمان قتل الامير بتاعهم. قبيله بني عبس بقت شايله عنتره من على الارض شيء. ده حتى امير القبيله زهير بن جزيمه دعا عنتره وكرمه، وكمان اهداه السيف الشخصي بتاعه. بس عنتره ما كانش مستني غير مكافاه واحده بس، وهو ان ابوه يعترف بيه بقى. وفعلا اول ما ابوه شاف المنظر ده خده في حضنه وطبطب عليه وافتخر بيه ومدحه، وقال لك والله لقد زكت فيه تربيتنا ذاك العبد، اللي هو يا ابن وعنترة بقى ساعتها وصل لحالة من اليأس، وقعد بقى يسهر الليالي ويشرب في الخمرة على أنغام أنا مهما كبرت صغير أنا مهما عليت مش فوق. حتى هو ذكر حالته وهو بيشرب الخمرة في شعره وقال فإذا شربت فإنني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلمي. وهنا بقى بيقول لك إن أنا لما بشرب وأروح في الشرب فإنني مستهلك مالي، يعني الفلوس اللي معايا كلها بدفعها وأي حد بيطلب مني حاجة أنا بديها له، بس خد بالك إن أنا مهما شربت العرض بتاعي محدش بيجي جنبه. وعلشان الناس ما تقولش إنه كريم وسخي لما بيشرب عشان عقله مش فيه، راح راجع بقى
في البيت التاني وقال لك ايه؟ واذا صحوت فما اقصر عن ندى وكما علمت شمائلي وتكرمي. يعني الكرم بتاعي ده مش مرتبط بالشرب والسكر، لا انا كده كده كريم. وبيوثق بقى الكلام ده عند عبله وبيقول لها ولقد علمت شمائلي وتكرمي. وفي الوقت ده بقى العلاقه ما بينه وما بين ابوه اتوترت جدا، لما سميه مرات ابوه شداد غارت جدا من المعامله الحلوه اللي كان بيعملها شداد لعنتره، فاتبلت عليه وقالت لشداد ان عنتره بيراودها عن نفسها. شداد ساعتها ما كدبش خبر ومسك عنتره ساعتها واداله علقه موت، وكان شداد هيموت عنتره من كتر الضرب لولا ان سميه صعب عليها واعترفت ان هو ما عملهاش حاجه. عنتره بقى ذكر الموضوع ده في شعر وقال: امن سميه دمع العين تظرف لو ان ذا منك قبل اليوم معروف. ابوه بقى لما سمع القصيده دي زعل جدا وحس انه ظلم ابنه، بس ده برضه ما غيرش حاجه. وهنا عنتر قرر يسيب القبيله باللي فيها ويروح يقعد في الصحراء لوحده. اصل يقعد معاهم يعمل ايه؟ بيعاملوه على انه عبد، وكمان ابوه مش عايز يعترف بيه، وكمان ما حدش سايبه في حاله وكله بيحقد عليه بسبب قوته وشجاعته. ده حتى حبيبته مش عارف يوصل لها، وما بقاش ليه غير شعره ويهون بيه على نفسه. اعاتب دهر الليالين لعاتبي واطلب امنا من صروف النوائب وتوعدني الايام وعدا تغرني واعلم حقا انه وعد كاذبي. خدمت اناسا واتخذت اقاربا لعوني ولكن اصبحوا كالعقارب ينادونني في السلم يا ابن زبيبه وعند صدام الخيل يا ابن الاطايب. ولولا الهوى ما زل مثلي لمثلهم ولا خضعت اسد الفلا للثعالب. فيا ليت ان الدهر يدني احبتي الي كما يدني الي مصائبي. وليت خيالا منك يا عبل طارقا يرى فيض جفني بالدموع السواكب. ساصبر حتى تطرحني عوازلي وحتى يضج الصبر بين جوانبي. مقامك في جو السماء مكانه وباعي قصير عن نوال الكواكب. من ضمن القبائل اللي كان ليها طار عند قبيله بني عبس ساعتها هي قبيله بني طيق. عبس دي كانت عامله مشاكل مع امه لا اله الا الله، وفي يوم من الايام وفي لحظه غفله هجمت قبيله بني طيق بكل قوتها على قبيله بني عبس. عنتره بقى لما سمع على الموضوع ده قال لك والله العظيم ما انا معبرهم، وقرر انه ما ينزلش يحارب معاهم، يكشي ولو عشان يعرفوا قيمتي. ولما اشتد القتال بقبيله بني عبس راح شداد لعنتر وقال له انت هتتفرج علينا واحنا بنموت، وقال له كر يا عنتر. عنتر بقى اللي هو ايه دلوقتي بقى كر يا عنتر، مش من شويه والله لقد زكت فيه تربيتنا زكى العبد. ورد عليه بمنتهى البرود وقال له العبد لا يحسن الكر ولكن يحسن الحلب والصر. مش انا عبد خلاص يا عم انا مش هشتغل غير شغلانه العبيد. عنتر في اللحظه دي فكرني بالموظف الشاطر اللي محدش بيزوده في المرتب. انا راجل مالتي تاسك بشتغل معاكم مقاتل في وقت الحرب وفي وقت السلم بشتغل عبد ومع ذلك محدش مقدرني. هنا بقى شداد ما كانش قدامه حل غير انه يدي لعنتره اللي هو عايزه، قال له كر وانت حر. لسه شداد في حرف الره الاخير كان عنتر نزل عمال يقاتل في قبيله بني طيب، والموازين اختلفت وقبيله بني عبس هي اللي انتصرت. وبكده عنتر حقق المعجزه وابوه اعترف بيه كابنه قدام قبيله بني عبس كلها. واحد يقول لي طب ما ابوه كان ممكن يرجع في كلامه، انت فاكره عيل شبهك؟ وبكده ما بقاش قدام عنتر غير حلم اخير، ياخد الحاج ابو شداد ويروح لانكل مالك يطلبوا منه ايد الانسه عين فور عبله. وهنا بقى المفاجاه، ابوها مالك واخوها عمرو لما عرفوا ان عنتر عايز ياخد بنتهم رفضوا، وقال لك ما بقاش الا العبد ده اللي عايز يعمل راسه براسنا، كمان عايز يتجوز بنتنا. وهنا بقى كترت الاقاويل، ففي اللي بيقول لك ان فعلا عنتر اتجوز عبله، وفي اللي بيقول لك ان مالك رفض عنتر وقال لك ده لو اخر واحد في القبيله مش هجوزه بنتي، وكان عايز يجوزها لواحد تاني. وساعتها عنتر بقى وقف في وسط القبيله وقال لهم اسمعوا يا قبيله، البت عبله بنت الحاج مالك تخصني، اي حد هيفكر يبص لها هقطع له وشه. اللهم بلغت. وانتهى الموضوع ان ما حدش فيهم اتجوز اصلا. في بقى اسطوره شهيره في الموضوع ده الناس بتحب تسمعها، وهو ان مالك حب يعجز عنتر وقال له ان مهر بنتي عبله هو 1000 من النيق العصافير. ودي كانت جمال جميله جدا ومش موجوده عند اي حد الا عند النعمان بن منذر ملك الحيره. وكملوا الاسطوره بقى بان عنتر راح لحد النعمان بن منذر وخد منه الجمال ورجع بيها القبيله. وبغض النظر بقى عن انتهاء قصه الحب العظيمه دي بنهايه سعيده او حتى حزينه، بس اللي فضل لنا منها هو الشعر العبقري اللي خلت حب عنتر لعبله لدرجه انه استهل المعلقه بتاعته بذكر عبله. هل غادر الشعراء من متردمي ام هل عرفت الدار بعد توهمي؟ يا دار عبله يا دار عبله بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبله واسلمي. ولو قريت بقيه المعلقه هتلاقي معظمها بيتكلم عن حبه وغزله العفيف في عبله، وفي معظم ابيات القصيده كان بيحكي لها عن قد ايه هو قوي وشجاع في ارض المعركه. فكان بيقول لها هلا سالت الخيل يا ابنه مالك ان كنت جاهله بما لم تعلمي، يخبرك من شهد الوقيعه انني اغشى الوغى واعف عند المغنم، ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقتل
أقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق صغرك المتبسم. وبيكمل بقى القصيدة وبيقول لك أنا اللي بيبسطني في المعركة مش الغنايم، أنا بيبسطني إن هم لما بيشتد بيهم القتال بينادوا عليا. ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي، يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. بيقول لك بقى مش الجبنة اللي بيسيبوا المعركة وبيمشوا هم اللي بينادوا عليا، لا ده الفوارس اللي في قلب المعركة هم اللي بينادوا عليا. بينادوها هي الرماح نازلة ترف ورا بعض كأنها حبل نازل في صدر الأدهم، والأدهم ده هو الفرس بتاعه. حتى كان في بيتين شعر قالهم في الفرس بتاعه يخلدهم التاريخ. كان بيواسي الخيل بتاعه من كتر ما هو اتجرح من السيوف والرماح في قلب المعركة. اسمع كده كان بيقول له ايه: فزاور من وقع القنا بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمحمي، لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمي، آسيته في كل أمر نابنا هل بعد أسوة صاحب من مزمم. هو هنا بيقول لك ان انا قعدت اواسي الادهم بعد كل اللي صابه في المعركة، لاني كنت بحسه وهو بيشتكي لي بحمحمة كده. اصل هو لو كان يعرف الكلام كان اتكلم واشتكى لي. وبيقول لك بقى آسيته في كل أمر نابنا، وكأنه بيقول له اللي حصل لك ده ما حصلكش لوحدك، انا كمان اتصبت زيك. فهل بعد ما صاحبك جاي يواسيك برضه هتفضل متضايق منه؟ الشخص ده كان مزيج غريب بين القوة والشجاعة وفي نفس الوقت الحنية والإحساس العالي. وعنتر قضى حياته كلها في حرب داحس والغبراء اللي استمرت لأكتر من 40 سنة، وانتهت حياته في معركة من معاركها وهو عنده 90 سنة بعد ما كترت عليه الرماح والسيوف في قلب المعركة وخانته قوته بعد سنين من الحرب. وعنترة مات قبل بعثة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وقبيلة بني عبس كانت من القبائل اللي دخلت الإسلام طوعا بعد كده. الهدف اللي أنا عايز أوصل له من قصة ملحمية زي قصة عنترة مش بس فكرة التسلية وإن إحنا نشوف إن البطل انتصر في النهاية والكلام الجميل ده كله، ولكن أنا كنت عايز أوريك الفرق ما بين الحياة قبل الإسلام والحياة بعد الإسلام. عايز أوريك إن إزاي عنترة عانى كتير جدا في حياته عشان يحصل على حق من أبسط حقوقه كإنسان، إن هو يبقى إنسان حر. يعني تعالى كده نبص على حالة مماثلة لحالة عنترة حصلت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الصحابي جليبيب. الصحابي جليبيب كان برضو أسود الوجه، ومع ذلك زوجه الرسول عليه الصلاة والسلام ببنت من أجمل بنات الأنصار برغبة من البنت نفسها. ولما استشهد كان الصحابة بيتفقدوا مين اللي ناقص في المعركة، بصوا على كل الشهداء ونسيوا جليبيب. وساعتها الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم إني أفقد جليبيب. ولما لقى الرسول لقى حواليه 7 من الكفار مقتولين، فقال له قتلت 7 ثم قتلت، أنت مني وأنا منك. وكررها 3 مرات، أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك. وشالوا الرسول عليه الصلاة والسلام على ساعده ودفنوا. بالله عليك شايف الفرق؟ تخيل لوهلة إن عنترة اتولد في زمن الإسلام، مبدئيا كده كان زمانه اتولد حر لأن الإسلام حرم العبودية، ويمكن كان اتجوز من عبلة عادي جدا، أصل إيه اللي يمنع يعني؟ وهي دي فايدة فهمنا للتاريخ، إن هو مش عبارة عن شوية حكاوي ممتعة ولذيذة، لكن هو بيوريك الفرق بين الأحداث وبعضها، ومنه تقدر تستنبط إيه الصح وإيه الغلط. ولو عايزني أكمل في حكايات التاريخ دي تاني ما تنساش تدوس على اللايك وتشترك في القناة. ولحد ما أشوفك تاني خليك دايما فاكر إن أنت فاهمان.